كفاية عليك صبر قوي لحد كده. انت مش هتعيش العمر كله محروم من الخلفة. انا اكتر واحدة حاسة بيك، وعارفة قد ايه يا رامي انت نفسك في حتة عيل. وهو انا يا ستي كنت اشتكيت لك؟ انا راضي بقضاء الله وقدره، راضي باللي كاتبهولي. انت مالك انت؟ وبعدين يا ستي اطمني، ده واحد صاحبي لسه قايل لي على دكتور شاطر جدا، كان مسافر ولسه راجع من امريكا، انا مستبشر بيه خير ان شاء الله. 8 سنين، 8 سنين يا رامي، لف على الدكاترة وبهدلت مستشفيات وحقن مجهري، وبدل المرة 2 و3، كل ده من غير فايدة. ولسه عاوز تشوف دكتور تاني؟ هو انت بتضحك على نفسك ولا على مين يا رامي؟ كفاية قوي بقى لحد كده. انت من حقك تتجوز وتخلف، وملكش ذنب ابدا تعيش العمر كله محروم. لا بقى، ده انت بجد اتجننتي رسمي. جواز ايه ده اللي بتتكلمي عنه؟ انا استحيل افكر في ست تانية، ولا عمر اقدر اقرب لها ولا حتى المسها. مش هتصدقوا، انتوا مش هتصدقوا لو انا قلت لكم ان اللي سمعتوه ده دلوقتي كلامي لجوزي. ايوه جوزي اللي اتحايلت عليه عشان يتجوز واحده غيري، وده كان اقل حاجه اقدر اعملها له بعد صبر سنين طويله معايا من غير اي فايده. وقبل ما اكمل لكم بقى حكايتي واخدكم معايا تسمعوا اصلها وفصلها والبدايه، بدعوكم الاول تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قنواتنا حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا. ده لو انت معانا على اليوتيوب، ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. وبينا نبدأ حكايتنا. أنا صافي اتجوزت رامي من 8 سنين، واشهد له فيهم بالاحترام. عمره ما فكر مرة فيهم انه يضايقني، ولو حتى بكلمة واحدة، ولو بنظرة، او حتى سمح لحد انه يجي عليا، رغم اني ما بخلفش والمشكلة كانت من عندي انا. لكن دايما كان صابر وراضي، وحاول معايا كتير وصبر اكتر. ودايما كان يقول لي ممكن افهم، بس الجميل زعلان ليه؟ ايه اللي مضايقك دلوقتي؟ مش احنا مع بعض اهو، والعمر لسه قدامنا طويل، يبقى نصبر وان شاء الله ربنا هيعوضنا. وهو ده يعني اول ولا تاني دكتور نروح له يا رامي؟ ده 5 دكتور، وهو ده نفس الكلام اللي قبله كلهم قالوه. الامل تقريبا معدوم يا رامي، مش موجود. ان شاء الله يا ستي يكون العاشر، ادينا مع بعض اهو وبنحاول، خسرانين ايه بس؟ ولا انت بقى اللي زهقتي مني؟ ازهق منك ايه بس يا رامي؟ وهو انا لو لفيت الدنيا كلها هلاقي راجل زيك فين؟ انت ما تتعوضش يا حبيبي. ولا انا عمري ابدا هلاقي ضفرك في الدنيا كلها. صدقيني يا صافي، انا مش عاوز من الدنيا كلها غيرك. ولو على الولاد، ادينا يا ستي اهو مع بعض وبنحاول، ولو في نصيب يبقى خير ونشكر ربنا على عطائه وفضله، ولو مفيش نصيب برضه خير وبرضه هنشكر ربنا على نصيبنا. انا مش عاوزك تشغلي بالك خالص بالموضوع ده. وهو ده كان كلامه معايا دايما، على طول كان راضي وصابر، رغم انه عمره ما حاول يحسسني ابدا انه متضايق. لكن انا كنت حاسه، عارفه قد ايه كان مشتاق لعيل، وجاي على نفسه قوي وغاصبها، وعمره ما حاول يبين لي ده. وكنت بفهم ده من نظره عينيه، نظرته لولاد اخوه وهو بيلعب معاهم، وعمره ما زهق ولا بخل في موضوع الدكاتره ده ابدا، زي ما هتشوفوا دلوقتي كده معايا. يا صافي انت فين؟ اما انا عامل لك حته مفاجاه. انا اهو، خير يا حبيبي، فرحني معاك. انا قبضت جمعيه كنت عاملها من فتره، واتفقت مع الدكتور على الحقن المجهري، وقريب قوي هيحدد لنا ميعاد ان شاء الله. تاني يا رامي؟ تاني؟ هو احنا لسه خلصنا الجمعيات القديمه اللي برضو راحت على الحقن المجهري من غير اي فايده؟ ده انت خلاص ما بقاش حيلتك ولا مليم. ما تشغليش بالك انت بس يا ستي، هو انا كنت اشتكيت لك؟ يمكن ربنا يكون كاتبها لنا المره دي، حد عارف. بس للاسف برضو كانت من غير اي فايده، ولاني عمري ما شفت من رامي غير كله حب واحترام، ومن كتر حبي ليه كان نفسي اساعده. انا كان نفسي اساعده واعوضه عن صبره معايا باي شكل. عشان كده وبعد 8 سنين صبر معايا ولف على الدكاتره والمستشفيات، قررت اني اجوزه. ايوه ما تستغربوش،
دي اقل حاجه اقدر اعملها له بعد كل اللي هو قدمه لي وعمله معايا. انا ما اقدرش اظلمه معايا اكتر من كده. وقلت له كفايه عليك لحد كده، انت مش هتعيش العمر كله وانت محروم من الخلفه. انا اكتر واحده حاسه بيك يا رامي، وعارفه قد ايه انت نفسك في حته عيل. وهو انا يا ستي كنت اشتكيت لك؟ انا راضي بقضاء الله وقدره، راضي باللي كاتبهولي، انت مالك انت بس. وبعدين اطمني، واحد صاحبي لسه قايل على دكتور شاطر قوي، كان مسافر ولسه راجع من امريكا، انا مستبشر خير قوي بيه. 8 سنين لفه على الدكاتره وحقن مجهري ومستشفيات، وبدل المره كذا مره، كل ده من غير اي فايده. ولسه بتقولي انا شايف دكتور تاني؟ هو انت بتضحك على مين؟ على نفسك ولا عليا يا رامي؟ كفايه قوي كده، انت من حقك تتجوز وتخلف، وملكش اي ذنب تعيش العمر كله محروم. اتجوز؟ لا بقى، ده انت اتجننتي رسمي. جواز ايه ده اللي بتتكلمي عنه؟ انا استحاله افكر في اي ست تانية غيرك، ولا عمري هقدر ابدا اقرب لها ولا المسها. ازاي يا صفي هان عليكي تقولي لي كده؟ صدقني انا راضيه، وولادك حتى لو مش مني هيكونوا ولادي، وسعادتك هي الشيء الوحيد اللي هيرضيني وهيعوضني بجد. لا لا لا، انت تنسي الموضوع ده خالص. عقلي كده، ربنا يهديك يا صافي، الجواز قال. وبعد محاولات كتيرة قوي معاه أقنعته، وفعلا اتجوز من 4 شهور. ومش بس كده، ده أنا كمان ساعدته في جوازته. أيوة، أنا بعتله ذهبي كله. انتم عارفين الحال بقى، وشايفين الظروف، وعارفين هو دفع فلوس قد ايه في كل العمليات اللي فاتت دي. ولما بعتله ذهبي الكل كان مستغرب من اللي عملته، حتى أهلي، وقالوا لي هو انت ايه اللي عملتيه ده بس يا بنتي؟ هو في واحدة تجوز جوزها بإيديها؟ لا وكمان ايه، تروح تبيع له ذهبها كله، قال عشان تساعده. قال يا ماما انت ازاي مستغربة؟ وهو رامي اي راجل يا ماما؟ ده كفاية حب واحترامه ليا وصبره عليا من غير اي فايدة السنين اللي فاتت دي كلها. صدقيني يا ماما، دي اقل حاجة اعملها له. هتقومي تبيعي ذهبك برضه وتجوزيه لواحدة تانية يا صافي؟ يا نور، انا لو طول ابيع عمري كله هعمل كده ومش هتأخر. كفاية انه باع كل اللي وراه واللي قدامه واتحوج واستلف عشان بس يحاول ان هو يخلف مني. ما سابنيش بقى واستخسر وبخل وقال خلاص دي ما فيهاش امل. انت اصيلة يا صافي وعملت اللي عليك يا بنتي، بس المهم بقى انك تقدري تتحملي باقي المشوار، اصله لسه طويل يا بنتي. صدقني يا بابا، انا بحاول اتأقلم وبدعي له من كل قلبي ربنا يوفقه مع مراته التانية ويرزقه منها يا رب بالخلف الصالح. بس عارفين بقى يا جماعة، ما بيني وما بينكم كده، رغم ان هو لسه متجوز من 4 شهور بس، لكن انا بدأت احس ان صعب عليا قوي اتحمل الوضع ده. ايوه، انا مش قادرة اتأقلم على الوضع الجديد ده خالص، وطلبت منه الطلاق ورحت لأهلي اللي قالوا لي طلاق؟ طلاق ايه يا بنتي؟ هو انت اتجننتي ولا ايه؟ مش انت اللي مجوزاه بايديكي؟ غصب عني يا ماما، انا ما قدرتش اتحمل، انا بحبه قوي والوضع صعب عليا بجد، انا ما كنتش اعرف اني هتوجع قوي كده. طب يا بنتي قوليلي، هو اثر معاكي في حاجه يعني؟ بعد عنك مثلا؟ او حتى الغربال الجديد كانت ليه شدته عليه فاهتم بيها اكتر؟ ابدا يا بابا، بالعكس، ده من يوم ما اتجوز وهو طول الوقت بيواسيني، بيراعي مشاعري وحنانه وعطفه عليا زي ما هما، ده حتى معظم وقته مقضيه معايا زي ما كان. لكن انا اللي مش قادره. هي بنت انت هتجننيني؟ طب عاوزه ايه تاني؟ طالما هو محترم ومقدر اللي عملتيهوله ولسه بيحبك وقريب منك بالشكل ده، يبقى ايه بقى؟ ليه عاوزه تتطلقي؟ انا ما كنتش اعرف اني هتعب قوي كده يا ماما. اول ما بيسيبني وينزل مش ببطل عياط، بعيش في نكد طول الوقت، وكل ما يروح لها انا بتقهر قوي من جوايا، بزعل على نفسي. انا تقريبا كده داخله في مرحله اكتئاب ومش قادره اكمل معاه حياتي بالشكل ده. طب يا بنتي، ما هو الراجل كلمنا وقال انه مستعد يطلقها لو ده هيريحك، وحتى الفلوس اللي اتصرفت على الجوازه مستعوض ربنا فيهم، المهم انك تبقي معاه. انا اللي جوزته بايديا عشان ما ظلمهوش معايا،
عاوزني دلوقتي اظلمه بعد ما عشمته؟ وكمان هظلم معاه مراته، بنت الناس اللي ملهاش اي ذنب في اي حاجه. لا، انا ما اقدرش. طيب يا بنتي اهدي كده بس واستهدي بالله، فكري تاني. جوزك راجل محترم، وصدقيني ده ما يتعوضش، وبيحبك وباقي عليكي، وانتي كمان بتحبيه. يا بابا كده احسن للكل. هو وجعي في بعده عني اهون بكتير قوي من العذاب اللي بشوفه بيحصل جوايا وهو مع غيري، حتى لو كان ده بإرادتي. حتى رامي حاول كتير يتكلم معايا ويقنعني ان احنا نفضل مع بعض ما ننفصلش، وفي اخر مره جالي وقال لي: انت عارفه يا صوفي اني ما اقدرش اعيش من غيرك، وما اتجوزتش غير بعد الحاح منك انت، ووعدك ليه انك هتفضلي جنبي وانك هتشاركيني في تربيه ولادنا. انا حاولت بس صدقني مش قادره، غصب عني يا رامي، انا اسفه. طب انا جاي لك النهارده عشان اقول لك انها حامل، ورغم كده لو طلاقي ليها هيرجعك ليا انا مستعده اطلقها، بس انت ما تسيبنيش، اوعي تسيبيني يا صافي. الف مبروك يا حبيبي، الف مبروك، ربنا يقومها بالف سلامه هي والبيبي يا رب. انت طول عمرك جدع وابن اصول، وعمري ما هقبل ابدا انك تبقى ندل بسببي انا. ده ابنك اللي عشت عمرك كله تتمناه، هو اولى بحضنك مني. انا عارفه اني خسرتك ومش هعوضك عمري كله، لكن انا دلوقتي راضيه في منتهى الرضا بخسارتي دي، لانها تمن سعادتك. مراتك ملهاش ذنب تظلمها وتطلقها، ولا حتى ابنك ليه ذنب يتربى بعيد عنك. هو انا ذنبي ايه؟ ذنبي ايه اعيش حياتي كلها محروم منك؟ ده انت حب حياتي الوحيد يا صافي، وكنت راضي وعايش، وقلت هعيش عمري كله من غير ولاد واتحرم منهم، بس ما اتحرمش منك انت. ليه بتعملي كده فيا ليه؟ ولا ذنبي ولا ذنبك ولا ذنبها. عارف يا رامي، مش كل حاجة بتحصل في حياتنا دايما بتكون اختياراتنا، لا، اوقات بتكون قدر ومكتوب، وانت اللي علمتني الرضا بالنصيب. روح يا حبيبي، روح وابتدي حياة جديدة، واتأكد اني بحبك وعمري ما هنساك ابدا. وصممت على الطلاق، يجي لي يمين يجي لي شمال، ما قدرتش يا جماعة، ما قدرتش اتحمل. انا متأكدة اني ما كنتش هقدر اعيش ابدا بذنب مراته لو طلقها، ولا هسامح نفسي لو حرمت ابنه منه. ورغم اني انا اللي جوزته، لكن عمري ما تخيلت الوجع النفسي اللي عشته ده. كنت متخيلة ان الموضوع هيكون ابسط من كده بالنسبة لي، عشان كده اخترت حياتي من غيره على اني اشوفه مع غيري. وبجد بتمنى له السعادة من كل قلبي مع مراته واولاده، لان الحياة قدرات، وانا لو كنت قادرة اتحمل حياتي معاه وحد تاني مشاركني فيه كنت كملت، لكن انا ما قدرتش للأسف، واخترت ابعد وانسحب. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وكان الدور عليا بقى ارد جميله وصبره عليا سنين طويله، وكفايه ان اكون سبب رزقه بعد اراده ربنا وبعدي عنه طبعا، لاني كنت سبب في حرمانه من سنين. المحبه والعطاء والتضحيه دول دين علينا لازم هيتردوا. مفيش اجمل ولا اريح من انك تسدد الدين اللي في رقبتك، ومهما كان التمن غالي اتاكد ان عوض ربنا اجمل واغلى.